سلسلة باك تو سكول خطيرة. هنعمل الناجتس في البيت، هي والفراخ البانيه اللي بنشتريها جاهزة من بره. هتعمل معانا كمية كبيرة جدا، طبعا احنا ضامنين جودتها ونظافتها وكمان اوفر كتير. كل المكونات والطريقة هكتبها لكم تحت في الكابشن. هنحتاج بطاطس نسلقها ونهرسها كويس جدا بحيث ان هي تبقى ناعمة قوي. الفراخ بتاعتنا هنفرمها في الكبة كويس. بولة بقى هنحضر فيها شوية بهارات مع مية ونخلط الكلام ده ونركنه على جنب لغاية ما نكمل. بعد ما فرمنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده والبطاطس اتهرست كويس، هنجمع المكونات كلها على بعض. البهارات حطيناها على الفراخ والبطاطس ونعجن الكلام ده كويس قوي مع بعضه. بعدين نضيف لها بيضتين ونعجنها تاني كويس. نزود كمان نص كوبايه بقسماط او لغايه ما تلاقوها متماسكه وما عادتش بتلزق في ايديكم. هنشكلها ازاي بقى؟ نفرد كيس كده وندهنه كويس زيت، وبعدين ناخد كوره كده من الخليط بتاعنا نفردها ما بين كيسين ونحط كيس تاني برضو مدهون زيت على الوش ونقطعها بالقطاعات ونخلي السمك بتاعها مش رفيعه قوي ومش تخينه، وممكن تستخدموا اي قطاعات عندكم مفيش مشكله. وزي ما شفتوا حطيناها في الخليط السائل الاول وبعد كده البقسماط الكريسبي. عايزه اقول لكم هو ده اللي بيفرق جدا في طعمها. ممكن بقسماط عادي بس الكريسبي ده عايزه اقول لكم خطير. نشكلها الاشكال اللي احنا عايزينها، نفردها على حاجه مسطحه في الفريزر تتجمد 10 دقايق كده، وبعدين نبدا نجمعها في اكياس او في اطباق فوم ونحمرها. وعايزه اقول لكم بالهنا والشفا، جربوها وابعتولي.